السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله باش نتعرفوا على الليميت تاع فونكسيون تريغونومتريك. برشا تلامذة يفدوا منها على الاخر الحقيقة. يقول لك تريغونومتريك صعيبة وما نفهمهاش وطلع كيفاش باهي نأكد لك انه بعد الفيديوهات هذوما باش تولي تفهمها وتولي تحبها وتولي تخدم بها بكل سهولة. الفونكسيون تريغونومتريك نقصد بها السينوس والطونجونت. هاد السينوس والطونجونت والكوسينوس زاد هذا نفسر لك ايش باش نعملوا في الفيديوهات هذوما. دونك ليميت اول حاجه نعملوا فيها كونه نخزروا للفونكسيون الداخلانيه. الفونكسيون الداخلانيه تاع تريغونومتريك هذه كوسينوس ولا سينوس ولا طونجونت. باهي اذا كان تمشي للصفر باش نستعملوا لي فورميزيال تو نفسروا شنو معناها من بعد بديتاي. باهي اذا كان تمشي لبلوس لانفيني باش نعملوا ان انكادرومون بين الموانزان والان، واذا كان تمشي ليكس زيرو باش نعملوا ان شونجمون دو فاريابل. كيفاش نقولوا مثلا نون بوز اكس ايكال اكس موان اكس زيرو، بعد باش نستعملوا الكوز دو ا بلس بي ولا سينوس دو ا بلس بي. فوالا دونك كيما قلت لك المات مش تخمام، راهو اذا كان جاتك الكوس هكا اعمل هكا واذا جاتك هكا اعمل هكا. باهي اش نعملوا احنا تو؟ دونك باش نعملوا في الفيديو هذا اللي هو السيد هذا باش نعملوا فيه الفورموزيال، والفيديو الثاني ان شاء الله باش يكون على لونكادرومون هذا، والفيديو الثالث باش يكون على شونجمون دو فاريابل. باهي هات نبدو بالفيديو الاولاني. باهي هات خلينا نشوفوا مع بعضنا الفورموزيال هذوما. نعاود نذكر كونه اللي فوسط الفونكسيون تريغونومتريك يمشي للصفر. واضح؟ هذه مهمة على الاخر الحكاية. انا لازمك ديما تثبت يمشي للصفر. كان تلقى بلوس لانفيني ولا كذلك سيب عليك من الموضوع. واضح؟ دونك لي فورميزيال هما ليميت دو سينوس ا اكس سور اكس ايكال ا، والا هذه تنجم تكون والليميت دو تونجونت ا اكس سور اكس ايكال ا زاد، والليميت دو 1 موان كوس ا اكس سور اكس ايكال 0، و 1 موان كوس ا اكس سور اكس كاري ايكال ا او كاري سور 2. باهي لهنا حبيت نلاحظ لك كونه السينوس والطونجونت كيف يشبهوا لبعضهم، والكوس مرة نقسموه على اكس ومرة نقسموه على اكس كاري. باهي شنو معناها الحكاية هذه؟ الميثود هي كونه باش نستعملوا لي فورم هذوما الأربعة هما المعون الخدمة متاعنا الكل. واضح؟ وين في وسط الفونكسيون تريغونومتريك، وقت اللي في وسط الفونكسيون تريغونومتريك يمشي للصفر نطبقوا كعبة من الكعبات هذوك. شوفوا الاكزامبل باش نفهموا بيه القصة الكل. دونك عندنا الاكزامبل هذايا. دونك اول حاجة نثبتوا منها اسكو اللي في وسط الفونكسيون تريغونومتريك يمشي للصفر ولا. دونك لهنا عندنا 7 في الصفر ويمشي دونك ذاك ماشي للصفر، ولهنا 2 فوا 0 دونك حتى هذه تمشي للصفر. دونك من غير ما تفكر تكتب سينوس دو 7 اكس سور اكس ولوطا طونجونت دو اكس سور اكس. هذه تعملها من غير ما تفكر تطبيقا للقاعدة هذه والقاعدة هذه. واضح؟ توا باش تشوف اسكو فما ترقية ولا. دونك احنا قسمنا سور اكس من فوق و اكس من اللوط، معناها مريقلة ما فماش ترقية. اش معناها ترقية؟ معناها لو كان قسمت على اكس من فوق هكا هو لازمني نضرب في الاكس من هنا. واضح؟ اما احنا قسمنا زوز على نفس الحكاية. باهي تو الفوقاني يمشي للسات حسب القاعدة والوطاني يمشي للدو حسب القاعدة. دونك الريزلتا شي جينا لهنا جينا سي سور 2. هكاو. باهي نشوفوا تراه الاكزامبل الثاني. باهي لهنا اللي في وسط الكوسينوس يمشي للصفر واللوطا في وسط طونجونت يمشي للصفر زاد. واحد يقول لي شبيك ما عوضتش، شبيك كتبت ديريكت هكاك. باهي هات نجرب نعوض تراه. دونك الان هنا دونك كوس زيرو، والكوس زيرو هي 1 و 1 موان 1 ايكال 0 ولوطا 0. دونك فورمان ديترميني. واضح؟ انت من الاول فايق بها فورمان ديترميني في تريغونومتري. دونك شنو تعمل؟ الكوسينوس اما نقسموه على الاكس ولا نقسموه على الاكس كاري. دونك عندنا شوا فيه. باهي بينما الطونجونت ما عندناش الشوا فيها. دونك ديريكتومون نكتبوا الطونجونت نركعهم معناها طونجونت دو اكس سور اكس ونعملوه كاري متاعها. باهي واحد يقول لي شبيك عملتها هكا اخسر، شبيك ما عملتش هكا؟ باهي شوف الطونجونت او كاري دو اكس سور اكس اخسر ريت هذه او كاري اسكو موجوده في القاعده لهنا؟ مش موجوده. واضح؟ انت عينيك مغمضه يلزمك تحط لي الطونجونت نتاعك الحكايه سور اكس من غير بويسونس. واضح؟ هكاك عينيا مغمضه حطيت هذه وبعد طونجونت او كاري.
تحطوا كاري متاعك، ولات كأني قسمت على اكس وكاري لوط، مو غادي تجينا الفكرة كونه الفوقاني نقسموها على اكس وكاري والسلام. معناها هو ديما يعطيك اون بيتيت انديكاسيون اللي كونه الكوسينوس باش نقسمو على اكس ولا على اكس وكاري. فوالا دونك لوطان يعطينا او كاري، دونك ان والفوق يعطينا الفورمولا ذي او كاري، والا هي 3 لهنا، دونك صافي لهنا 9 سور 2، دونك من الاخر 9 سور 2. واضحة الحكاية. شوف الاكزامبل الاخراني، دونك الكوس الفوق لهنا دونك 1 و 1 موان 1 تعطينا 0، والسينوس لوطا يمشي للصفر، دونك الكوس كله نقسموه على اكس ولا اكس وكاري، بينما السينوس ما عندناش الشوا فيه، دونك لهنا السينوس نقسموه على اكس، والفوق دونك 1 موان كوس كات اكس سور اكس، دونك الفوق تعطينا 0 لوطا تعطينا 2، والزيرو سور 2 ايكال 0. باهي لهنا نحاولوا نعطوا ملاحظتين باش تكون الحكايه كامله بالتمام والكمال. به لو كان ناخذوا الاكزامبل هذايا، دونك ليميت دو كوس اكس سامحني دو كوس دو كات اكس موان 1 سور اكس كاري، قال لك اعطيني الليميت نتاعو، دونك هذايا فيه صفه هذه. اما المشكله جت مقلوبه الان موان كوس، دونك شنو الحل؟ نزيدو انسيني موان. واضح، دونك نزيدو انسينو موان، دونك موان 4 كاري سور 2 و 4 كاري تعطينا 16 سور 2، دونك موان 8. باهي حاجة أخرى باش مش بالضرورة راهو هذا يمشي للصفر، راهو المفيد اللي في وسط الكوسينوس يمشي للصفر. نعطيك اكزامبل مثلا الليميت دو سينوس دو 2 فاكتور دو اكس موان 1 سور 3 فاكتور دو اكس موان 1 وقت لي اكس طون فير 1. به واحد يقول لي هاي اكس طون فير 1، هاي شنو المشكل؟ هذا وين يمشي الاكس موان 1 اللي هي 1 موان 1، دونك شتا تعطينا 0، دونك نطبقوا عليه القاعدة الفوقانية. واضحة؟ دونك شوف نجمو نعملو هكا اون بوز جرانت اكس هي اكس موان 1، دونك لو كان نعوضو تولي ليميت دو جرانت اكس ماشية للزيرو، وهذه سينوس دو جرانت اكس سور 3 اكس. واضح؟ تولينا ظاهرة الفورمة عادية، معناها هذايا وين يمشي السيد هذا يمشي للدو وتقعد الاخرى 3. كنت تنجم من الاول تعملها الحكاية خاطر ظاهرة مش مشكلة، اعمل الفازة هذية باش تبين البروف كونك فاهم. لهنا راهو عملنا ان بيتي شانجمون دو فاريابل لهنا. باهي خاطر لازم نعملوا شانجمون دو فاريابل باش نرجعوا للفورميزيال. واضح؟ كاو بالنسبه للفيديو هذا، نتقابلوا في الفيديو الجاي ان شاء الله باش نحكوا على لونكادرومون ان شاء الله. هاي السلام عليكم ورحمه الله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.